أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. مرحلة جديدة من تأملات الشاعر. منذ 14 قرنا قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر بدايتها: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورة الأنبياء يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الكلام ده من عمر 14 قرن، ما بالك الآن؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فعلا إحنا في آخر الزمن. العالم في آخر الزمن. العالم على وشك الفناء بسبب حرب نووية، بسبب يعني في أسباب كتير. وربنا أيضا بيقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سورة الروم. هنشوف إن ممكن حرب نووية تحصل تفني البشرية، ويكون هذا بداية ليوم القيامة. هتكون هذه النفخة الأولى في الصور. احتمال كبير إن العالم يفنى بحرب نووية. وأنا قلت قبل كده تصوري عن يوم القيامة من وجهة نظري الخاصة، وده اجتهاد، يعني اللي عايز ياخد بيه واللي عايز ما ياخدش بيه ده اجتهاد، مجرد اجتهاد. قلت إن الكرة الأرضية ممكن أن تنفجر عندما احنا بنسحب بقالنا مئات السنين، بنسحب من بطن الارض البترول والذهب والفحم والمنجنيز وكل حاجه. ممكن ان يحدث اختلال بيئي داخل الارض، اختلال لا يعلمه الا علماء الطبيعه، اختلال في موازين الكيمياء والفيزياء داخل الارض، فيحدث انفجار من داخل الارض، تكون هذه هي نهايه البشريه. هذا اجتهاد ربنا. أنا في أحد أشعاري بقول: نحن في زمن الفحش. دلوقتي إحنا في زمن الفحاشة بتسود والفتن بتسود. فأنا في أحد أشعاري الرومانسية التي أعتز بها أقول: وأنت يا أخويا الإنسان اوعى تنساني في الأحزان. ده المصير مشترك واحد، واللي بنعبده ربنا الواحد. ومادام ربنا موجود ومادام الخير منشود، إيدك في إيدي نعدي حدود. هذه دعوة الرومانسية المفقودة في هذا العصر، هذا الزمان، هذا العصر، وإنه زمن الفتن. وهنشوف أيضا أن هذا هو زمن شيوع الفاحشة. بنلاقي في شيوع الفاحشة إزاي؟ هنلاقي حاجة اسمها عملة الشيطان. دي ظاهرة انتقلت إلى بلادنا من حوالي 20 سنة. للأسف الشباب المغيب على الحقيقة، التائه، الذي لا يسترشد به، لا يعترف بالإسلام، لا يعترف بالله سبحانه وتعالى، ويتخذون الشيطان إلها لهم فيما يعرف به عبدة الشيطان. هذه من علامات الساعة عندما تشيع الفاحشة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أحد أحاديثه عن آخر الزمان. قال إيه عن آخر الزمان؟ في آخر الزمان تتداعى عليكم الأمم وتصبحون كغثاء السيل. وهذا ما يحدث فعلا. هذا ما تنبأ به رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام، بأن في نهاية الزمان ستشيع الفاحشة وتتداعى عليكم الأمم. حاجة تانية قال أيضا إن في آخر الزمان أيضا سيكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. شفنا عبد الشيطان ونشوف في مصر في حاجات بتحصل غريبة. ده سنرى في الجزء الثاني من هذه الحلقة. نحن اليوم في شيوع الفاحشة زي ما بين الناس وفي العالم كله في هذا الزمان الذي هو زمن الفتن، أو الذي هو آخر الزمان. وقلنا قبل كده عن في نهاية الستينات من القرن الماضي حصلت حاجة اسمها الثورة الجنسية من بعد الحرية فرنسا.
التي تنادي بالحرية دائما، الحق والأخاء والمساواة والعدل. هذا ما بدأت به الثورة الفرنسية. لكن ما حدث في نهاية الستينات شيء غريب جدا، هو أن طلاب الجامعة في فرنسا إناثا وذكورا قاموا بتظاهرات تنادي بالحرية الجنسية، وإن الرجل ممكن يتخذ أكثر من عشيقة، وأن المرأة تتخذ أكثر من عشيق، فيما يعرف بالثورة الجنسية. وهذا هو فعلا زمان الفيلم. زمان الفيلم. ونشوف بالنسبة لأمريكا، ظهر في نهاية السبعينات وبداية إلى الألفية الثانية المطرب المخنث الذي يدعى مايكل جاكسون. هذا الرجل المخنث الذي يعيش على الموبقات وتحليل الحرام، وأنه على هذا النسق الخاطئ كان سلوكه مشينا جدا. سمعنا أنه يتحرش بالأطفال ويدمن الهيروين، وسبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاءت نهايته بجرعة هيروين زائدة وهو ما زال في 50. مات هذا الرجل المخنث الذي اتخذوه الشباب عنوانا لهم وقدوة لهم للأسف. فلا نستغرب من ظهور عملية الشيطان. وعايز أقول إن التطرف في الفاحشة وفي الفساد صدر عنه أفرز تطرف آخر من الناحية التانية. شفنا أن الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام في الدنمارك وكذا وكذا، وشفنا آيات شيطانية. الكتاب الذي ألفه الكاتب الهندي اسمه سلمان رشدي، الذي انتقد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعني التطرف هذا أدى إلى التطرف الناحية الأخرى. لكل فعل رد فعل مضاد له في اتجاه ومساو له في القوة. وظهر التطرف في المسلمين اللي هم في أفغانستان وبن لادن وأيمن الظواهري. ما هذه الظواهر إلا أنه كل فعل رد فعل. لكل فعل رد فعل. الطرف الفاحشة يولد الطرف الناحية الأخرى في الإيمان، وهذا كله ممقوت وموجود وغير مقبول. لا الطرف ده مطلوب ولا الطرف ده مطلوب. ونشوف يعني ده احنا فعلا نعيش في الزمن الصعب، وربنا بيقول إنه يعني عايزين نقول إن نهاية العالم اقتربت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الأنبياء. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر. نحن إذا فإن الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى حتى لا يفاجأ بغتة بالساعة، ويومئذ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نيجي لبلادنا احنا ونشوف علامات الساعة فيها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني احنا في بلدنا من ساعة النكسة اللي مش عارفين نطلع من آثارها إلى الآن، نكسة 67. وللأسف في ناس بتمجد هذا الدكتاتور الذي كان رئيسا وقت هذه النكسة، ولا يعلمون أنها عقاب الله سبحانه وتعالى على الدكتاتورية مع التطرف في الرأي والزعيم. هذا الزعيم الملهم الذي اعتبره بعض الناس اعتبروه إلها، فكان عقاب الله بالنكسة التي ما زالت آثارها تمتد إلى الآن. هنشوف بلادنا علامات الساعة. أول حاجة بقولها التباين الشديد بين عقول الفنانين والرجل البسيط. الرجل البسيط
اللي مستني علاوة ويفرح بالعلاوة، وللأسف مع كل علاوة بتزيد الأسعار، فلا تُرجى علاوة لو أي شيء. هنشوف التباين بين أجور الفنانين، أحد الفنانين بعض الفنانين مش أحدهم كتير يعني بعضهم أو مش أحدهم يتقاضون في مسلسل الذي يعرض في رمضان 80 مليون جنيه. وفي الإعلانات نجد هذا الكم الرهيب من الفلوس المهدرة على الفنانين في الإعلانات بالذات شركات المحمول. هنجد إنها تستغل تغري الفنانين بأجور عالية جدا باهظة. في تباين واضح بين أجور الفنانين والرجل البسيط. أليس هذا فحشا؟ الناس فاحشين في الثراء. أحد المطربين يملك قصرا ثمنه لا يقل عن 50 مليون جنيه، والتحف اللي فيه لوحدها، والتحف بس لوحدها تساوي على الأقل 10 مليون جنيه بدون ذكر أسماء. ونشوف بقى حاجات تانية بالنسبة لظاهر الفساد في الأرض بالنسبة لبلدنا. هنشوف نماذج للناس الذين شاعوا الفاحشة بين الناس في بلدنا بالذات. هنشوف أول واحد هو التوربيني. التوربيني ده راجل ظهر من حوالي 20 سنة. كان هوايته هي للأسف الاعتداء على الأطفال، وثم بعد الاعتداء عليهم حتى لا يكتشفوا سره يلقيه من فوق القطار، يكونوا ضحية لهذا القطار، يدهسوا القطار يدهسوا. أليس هذا من علامات الساعة؟ الفحش، شيوع الفاحشة بين الناس. ونشوف حاجة تانية. سالي في التسعينات ظهر رجل تحول إلى أنثى، كان اسمه سيد، عمل عملية بقى اتحول إلى أنثى وأصبح اسمه سالي. ولم يكتفي بهذا، بل قام عمل راقصة عملت راقصة، حاجة تضحك والله. عملت راقصة في شارع الهرم. ومش هذا فقط، بل كانت تؤدي حركات فاجرة فاحشة أثناء الرقص، وتم القبض عليها. هذا اللي اسمه سيد الذي تحول إلى سالي. ونشوف هنشوف برضه في التسعينات حصلت حادثة، هي في حادثة ذات العتبة، عندما اغتصبت فتاة في ميدان من أكبر ميادين مصر، هو ميدان العتبة، واغتصبت على أعين ومرأى من الناس، على مرأى من الناس. فعلا اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نيجي بقى الرجل الرجل البلطجي الذي يعتبر أميرا للبلطجية في هذا البلد، الذي تعج البلطجية، هو الرجل الذي يدعى صبري نخنوق. صبري نخنوق. هذا الرجل فعلا يمثل فعلا إن إحنا في نهاية الزمان، وإن ربنا لما بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا هو ينطبق تماما على هذا الرجل. قام بدور خسيس في هوجة يناير عندما قاد معركة الجمل ضد المتظاهرين ووقعت الجمل، وساهم في تهريب المساجين من السجن. وللأسف هذا البلطجي يعيش في قصر محاط بالأسوار العالية المكهربة والأسلاك الشائكة وكلاب الحراسة. سمعنا من حوالي شهر أنه اشترى أكبر مؤسسة للأمن في مصر. هل تدعم الحكومة البلطجة؟ بعد ما حكم عليه في سنة 2018 بالسجن لمدة 30 سنة، تم الإفراج عنه بعفو للأسف.
هل تشجّع الدولة البلطجة؟ مش كفاية التوك توك والناس اللي هم مدمنين اللي بيسوقوا التوك توك ويعملوا موسيقى عجيبة غريبة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلًا هذه علامات الساعة، شيوع الفاحشة. وللأسف يعني كنت باتكلم قبل كده عن إن إحنا بنقلد الغرب في الحاجات السلبية فقط. طبعًا الغرب معروف بإنه بيستغل المرأة في الجنس وأفلام السكس والصور العارية والإعلانات يطلعوها مادة للترويج للسلعة، لكن أهم ما أصبحنا نقلد فيه الغرب في بالسلب هو أفلام السكس. هنشوف المخرج الشهير اللي هو بيستغل فتيات الإعلانات وإنه يعيدهم بالظهور في الأفلام في أدوار بطولة، ثم يستدرجهم إلى إنهم يمارسوا الجنس فيه ويصوروا فيها هذه الأوضاع الجنسية في تقليد أعمى. طب ليه ما نقلدش الغرب في الحاجات الكويسة؟ ليه ما نقلدهمش في النظام، في النظافة، في الدين، المعاملة؟ لماذا نقلدهم في الأشياء السلبية بس فقط؟ طالب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وبرضه كنت عايز في برضه حادثة شدت انتباهي منذ حوالي كذا شهر في أحد المدن. كانت فتاة جميلة اسمها ريهام، للأسف وشها ملايكي وجميلة ومخطوبة، وأمها بتحبها. للأسف ارتبطت بعلاقة آسمة وهي مخطوبة مع أحد المراهقين. ثم ماذا؟ عندما كانت تستضيفه في بيتها هذا المراهق وتمارس معه الفاحشة والرذيلة. ثم ماذا؟ اكتشفت أمها هذه العلاقة وعندما وجدتها في وضع مخل مع هذا المراهق، فما كان منها وعشيقها المراهق أنهما اشتركا سويا في قتل أمها حتى لا يفضح سرها. يعني إحنا فعلا في آخر الزمن عندما تصل هذه الأشياء إلى أنها تكون كثيرة، حوادث كثيرة، لكن هذه الحادثة بالذات عندما تبيع البنت أمها وتقتلها من أجل رغبتها ونزواتها، هذا شيء عجيب. وفعلا نحن في آخر الزمن، والقابض على دينه كالقابض على الجبر. أنا في برضه في أحد أشعاري بقول مش هعيش غير بالحق، مش هقول غير الصدق. بصيت في سمايا لقيت رب إله له صيت، وله في كل مسجد بيت، قلت هو ده أعظم بيت. أستكمل فأقول الحق وراني طريق ونوره ظهر وبان، وبعد ما كنت غريق بقيت بالصدق إنسان. هذا كان استعراض لهذا الزمن المليء بالفتن، ونحن فعلا في نهاية الزمن. اقتربت الساعة، ربنا بيقول اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول في آية أخرى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أنا بحذر الناس إنهم يتجنبوا الفتن ويتجنبوا النظر إلى الفتن، ويتجنبوا كل ما نقلد فيه الغرب من التقليد أعمى، وبدعوهم أنهم يقلدوا الغرب في الأشياء النافعة، الأشياء الصالحة التي بفضلها تقدموا. وقلت قبل كده الحرية مرادف الرفاهية، ونرجو أن نعمل من أجل الحرية المستقيمة، وأن نعمل بالعلم مع الإيمان، علما وإيمان. هذه كانت حلقتي لكم في هذا اليوم، وأله البلاغ طالما فشد، أله البلاغ طالما فشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الشاعر.